السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. جيت اليوم لكم فيديو جديد باش نحضر معكم واحد الكيك كيجي طبقات، كيجي بهذا الشكل هذا أو طورطة كما بغينا نسميوها، بحال هذا الشكل هذا كتجي باردة وزوينة كما شفتوا. غنقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا الشكل ديال هاد الطورطة أو كيكة طبقات. كتجي بهاد الشكل هذا، كتجي باردة وزوينة. أنا هنايا البنات بغيت باش نصور معاكم هنايا باش ما خليتوها كتبرد كتجي زوينة. هنا زربت عليها شوية كما شفتوا، كتجي بهاد الشكل هذا، كتجي بواحد المذاقات اللي هما مختلفين ولذيذة، كتجي زوينة وباردة وزوينة. هذا هو الشكل ديال الطورطة ديالتنا كيفاش كتجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى منكم البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي زوينه. بسم الله على بركه الله. اللي غنحتاجو في الكيكه، عندنا هنايا هاد الاناء اللي غدرنا فيه قبيصه ديال الملح، جوج بيضات، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، واحد الساشي ديال الخميره، عندنا هنا كاسونس ديال الطحين، واحد الحكه ديال قشور ديال حامضه. غادي نديرو هنايا هاد جوج بيضات. هنايا البنات غادي نحتاجو غير الخلاط اليدوي. هنايا عندنا هاد المول اللي تيتحل من الجنب، دهنته بالزبده وخليته على اتساع نخلط الكيكه. صافي هنايا البنات غادي نخلط حتى يذوب داك السنيده. هنايا راه دغيا البنات هاد الكيكه كتوجد لينا. غادي نديرو هنايا الزيت وحنا كنخلطو. نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، قشور ديال حامضه، عندنا هني كاسونس ديال الطحين، صافي. هنايا غنخلطو الطحين ديالنا تدريجيا. هاد الكيكه البنات ما نبغيوش يكون الخليط ديالو عاقد بزاف، كنبغيو يكون خفيف باش كتجينا ديك الطورطه ديالتنا، كتجينا الكيك ديالها خفيف وزوين. هنايا البنات من بعد ما كملنا الطحين غادي نديرو هاد الساشي ديال الخميره من الحجم ديال 8 غرام. صافي غادي نخلطوا الخليط ديالنا ديال الكيك كما شفتوا بهذا الشكل هذا، ما تيكونش عاقد كما شفتوا البنات. كاسونس ديال الطحين كافي. صافي هنايا من بعد ما دهنت المون، دهنتو غير بالزبده، انا ما رشيتو لا بالطحين لا حتى شي حاجه. غادي نديرو هنايا الكيك ونديرو عف الفران ديال الغاز حتى يطيب لينا، عاد باش نوجدو الكريمه. صافي هنايا البنات نوزعو هاد الخليط ديالنا مزيان على المول. هنايا من بعد ما طابت لينا الكيكه، انا راه عندي الفران شويه مايله البنات كما شفتوا، كتجي رطبه وكتجي زوينه. غادي ندوزو باش نوجدو الكريمه. عندنا هنايا بيضه، قشور ديال حامضه، عندنا 3 المعالق ديال سنيده، عندنا نص سيترو زائد كاس ديال الحليب، عندنا هنايا ساشي ديال الفاني، عندنا كريم باتيسير. صافي غادي نخلطوا الكريمه ديالتنا. غادي ناخذوا صفر ديال البيضه، يعني البنات كنحاولوا داك البياض نحيدوه كامل. كتجي هاد الكريمه البنات كتجي زوينه. هنايا غنديروا هادوك 3 ديال المعالق. عبرت انا بهاد المعلقه
اللي كتكون كبيره، تبقى الحلاوه على حسب كل شحال كيبغي يدير، على حسب الذوق. غنديرو هنايا ساشي ديال الفاني، غنديرو 4 المعالق ديال كريم باتيسير، صافي. هنايا غنديرو 4 ديال المعالق. كيما شفتوا المعالق راه كبار، دوك المعالق اللي تيكونوا ديال الطعام. غنديرو هنايا قشور ديال حامضه، كتجي فيها هاد القشور ديال حامضه في هاد الكريمه، كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين، داك البنه ديال الحامض. غنديرو هنايا هاد الكاس ديال الحليب، ونديرو نص سيترو زائد كاس ديال الحليب، باش كتجينا ديك الكريمه ديالتنا شويه واحد الطبقه اللي هي زوينه. صافي هنايا البنات كنخلطو مزيان هذاك كريم باتيسير مع السنيده مع صفار بيضه مع الفاني. صافي كنخلطو مزيان، عاد كنديرو الخليط ديالنا على البوطه باش ما يبقاوش لينا فيه ديك التكتلات ديال كريم باتيسير. صافي هنايا انا عندي هاد الحليب المجمد، ماشي مشكله البنات، واخا ما يكونش في المجمد، هي انا متوفر عندي في المجمد درتو. هنايا البنات انا كندير الكريمه ديالتي حتى كتعقد، عاد غادي نزيدها واحد المعلقه ديال الزبده. ملي نطفي عليها البوطه غنزيدها واحد المعلقه ديال الزبده. هنايا راه درت معلقه ديال الزبده وغادي نحرك. وهنايا البنات نخفوا يدينا باش ما تعقدش لينا هاد الكريمه في هاد الاناء اللي حنا دايرينها فيه. صافي هنايا البنات كنخفوا يدينا ونخويو هاد الكريمه على الكيك طبقه. صافي غادي نوزعوها مزيان حتى كتجينا طبقه اللي هي مسرحه. نسرحوها مزيان البنات كما قلت لكم البنات. هنايا نخفوا يدينا باش ما تعقدش لينا الكريمه. صافي غادي نخبطوا شويه بالمون ديالنا باش تجينا مقاده وزوينه. غندوز البنات للطبقه الثانيه. عندنا هنايا هاد الخوخ اللي تيكون معلب. هاد الحك ديال الخوخ تيكونوا فيه 6 ديال الحبات. غادي ناخذوا النص نديروه كطبقه، والنص غادي نزينو به. هنايا البنات انا كنحيد دوك الجناب اللي تيكونوا شويه، ملي كنقطع كنحيدهم اللي كيكونوا شويه صغار، كنديرهم في الطبقه اللي غندير على الكريمه ديال باتيسير. هنايا البنات غادي نطحن هاد الكميه بحال خديت النص ديالو وطحنته مزيان مزيان. هنايا راه طحنته مزيان. غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها هاد الخوخ اللي طحنت مزيان، والما باقي البنات غادي نزين به الطورطه. كتجي هاد الطبقه ديال الخوخ البنات في هاد الطورطه كتجيب واحد المذاق اللي هو لذيذ. هنايا البنات غادي ندير معلقه ديال السنيده، وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق، كلها شحال تيبغي يدير. هنايا درت معلقه مملوءه مزيان ديال النشا ديال التميزينه. صافي غنخلط الخليط مزيان، عاد نديرو على البوطه.
هنايا البنات كندير ما نغفلش على الخليط ديال هاد الخوخ حتى كيعقد، وكنديرو كطبقة على طبقة ديال كريم باتيسير. صافي هنايا غنوزعو مزيان على الطورطة. كنتمنى منكم البنات تجربوها، راه كتجي صراحة كتجي هنايا كيما شفتو كتجي زوينة. حتى عقدت لينا ديك الطبقة ديال الكريم باتيسير، عاد درنا عليها هاد الطبقة ديال الكريمة ديال الخوخ. كما قلت لكم البنات كنتمنى منكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، كتجينا زوينه. نديروها بحال هكا في شهر رمضان للسحور. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه وبالهنا وطول العمر يا ربي. هنايا البنات كما شفتوا حيت دوك الجناب ديال ملي كنقطع كنحيد دوك الجنيبات، كنخلي غير دوك الطريفات اللي تيكونوا شويه كبار، باش ملي نبغيو نزينو كيجينا التزيين ديالنا زوين، ما يجيوناش دوك الطريفات الصغار. هادوك راه طحنتهم في الكريمه. صافي هنايا غادي نزين الطورطه بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم البنات كتجيب هاد المذاق ديال الخوخ، كيجي فيها واحد المذاق اللي هو رائع، كيجي زوين. هنايا انا البنات غادي ندير في الوسط بنان، غنقطعو بهذا الشكل هذا، وغادي نزين به في الوسط ديال الطورطه. كيعطي واحد المنظر مع الخوخ مع البنان، كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. كيبقى لكم هنايا البنات تزينوا باش ما بغيتو في الوسط كيوي ولا الفريز ولا اللي كاين متوفر عندكم. هنايا غندير هاد الطبقه ديال الليمون مع الفلو. عندنا هنايا كاس ديال الليمون، عندنا هنايا سنيده، كتبقى ديما على حساب البنات على حساب الذوق. درت هنايا 2 المعالق. عندي هاد الفلو بنكهه الفاني. والليمون البنات من بعد ما عصرته صفيته باش ما يبقاش فيه داك الحشف ديال الليمون. هنايا راه مصفي، غنخلط هنايا واحد شويه مزيان باش ما يبقاوش لينا دوك التكتلات ديال الفلو. نخلط مزيان عاد باش نكمل الليمون ونديرو على البوطه. نديرو على البوطه البنات حتى يجيب الغليه ونطفي عليه. صافي هنايا انا كملت هاد الكاس ديال الليمون. غنبقى هنايا نحرك حتى كيغلى ليا الفلو والليمون. صافي هنا كنحاولوا نبردوه شويه واحد شويه وكنديروه طبقه الاخرى. صافي كندير بالمعيلقه، ما نخويوش البنات دقه واحده. كتعطينا هاد الطبقه ديال الفلو مع الليمون واحد اللمعان، كيجي زوينه هاد الطورطه ملي كنديروا هاد الطبقه الاخيره ديال الليمون مع الفلو، كتجي طبقه لامعه وزوينه. كما شفتوا البنات هذا هو الشكل النهائي للطورطه.
أو كيكة طبقات اللي كتكون باردة وكتكون بواحد المذاقات اللي هما مختلفين وزوينة. هذا هو الشكل النهائي البنات، كنتمنى منكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء لفيديو آخر إن شاء الله.